التقشير البارد. شنو هو التقشير البارد؟ هو هذا التقشير البارد نستخدمه بمراكز التجميل للتصبغات، للحبوب، الآثار الحبوب، اللي خطوط الكلش رفيعة ممكن إنه يحسن البشرة، للمسامات، تضييق المسامات. التقشير البارد هو عبارة عن مادة كيميائية تقشر الطبقة الأولى للجلد وتحفز الجلد الباقي وتحفز الكولاجين بالبشرة. إجراء التقشير البارد هو إحنا أحد إجراءاتنا التجميلية للبشرة. نبدي بأبسط إجراء هو تنظيف البشرة عندنا، ثم يلي التقشير الكريستالي، ثم يلي التقشير الكربوني، ثم يلي المايكرو نيدلينج، ثم يلي التقشير الكيميائي البسيط، يعني هذا نسميه التقشير البارد. ويجي التقشير الكيميائي اللي قوي. التقشير الكيميائي اللي نسبته أعلى من هذا نسبته 20% من المادة الأحماض المقشرة. هذا ممكن يستخدموه بالكوزمتيك، لكن التقشير الكيميائي لازم ذاك حصرا عند طبيب الجلدية، حتى هو يعرف ماذا يصير للكلف العميق، حتى يعرف انه ايش قد العمق وايش قد لازم يقشر. الطبيب هو اللي يحددها. راح احكي لكم شنو قصة هذا البراند. هاي اكو بنية بالانستغرام انا متابعتها، بنوتة هي خريجة الصيدلة جامعة بغداد، بنوتة حلوة لطيفة. راح اخلي لكم حسابها هنا، حساب الانستغرام مالتها، حتى اذا تريدون تاخذون من هذا البراند مالتها تتواصلون وياها. هاي البنية كنت انا اتابعها اشوفها نتجت هذا المقشر، وكان نفسي انه اجيبه واجربه منها. والحمد لله قدرت التقي بيها واخذ منها هاي البراند مالتها. وما جربته لان العراق كان جوه كلش حار، فما قدرت استخدمه. جيت خليت ارجع لالمانيا، قلت حتى الجو بارد وتكون المخاطر اقل. هذه البنية حرفيا بشرتها زجاجية، هي واختها. يعني شفت البشرة اللي عندهم كلش كلش حلوة ما شاء الله عليهم. فسألت عن البراند مالتها، عندها هذا البراند. هذا كريم جسم، عفوا كريم جسم للتفتيح، وهذا كريم للوجه هم للتفتيح، وهذا أيضا بفيتامين سي حتى ينطي نضارة همينة. هم نفس الشيء لمعالجة التصبغات وهاي المناطق المسمرة نتيجة الاحتكاك بالجسم، يستخدمون هذين الأشياء. اليوم موضوعنا هذا بما أنه هو مسموح بالمراكز، إذن إلى فالتكنيك ممكن أنتم تستخدموه بالبيت وتستفادون منه. فأنا اليوم راح أسوي لكم هاي الجلسة لهذا المقشر وأراويكم نتائجه وتقدرون أنتم تستخدموه. احنا هنا بالمراكز نسوي الجلسة هاي ب150 يورو. هو عندكم تقريبا سعره 22,000، يعني كلش كلش رخيص. وهذني الكريمات يمكن هذا 16 هذا 19 سعره، ما اعرف ايش قد اسعارهم بالضبط، يمكن يعني تقريبا هاي الاسعار. بس انتوا تقدرون تتواصلون ويا البنوته وتشترون منهم جربوا. طبعا الكريمات احنا كنا نعرف الكريمات، هو مكتوب عليه يعني خلال اسبوعين تبين النتيجه، بس انا اقول لكم لا، صبروا اكثر من اسبوعين، لان انا حسب دراستي انه الكريمات 6 اسابيع تعطيكم النتيجه، بس التقشير لا، نتائجه اسرع. المايكرو نيدلينج نتائجه اسرع من الكريمات. فاليوم راح نجرب هاي التقشير، وراح اقشر الوجه قدامكم بالطريقه اللي مكتوبه عليه وانطيكم الملاحظات. فاول شيء راح ابدي اغسل وجهي واعقم وجهي ونبدي نبلش. انا غسلت وجهي، طبعا وجهي اليوم نهائيا ما بي مكياج من اول الحلقه، بس هم غسلته لان من الجو هذه، وراح اعقمه تعقيم جيد. استخدم هذا المعقم بالصبار بمرطب حتى انه ما يأذي البشرة. بعد ما رطبناه راح نبدي بعملية التقشير. التقشير هي هذا هو المقشر، انه ايه شوف مو مشكلة. ننقع القطنة حيل
ونمررها على الوجه من 4 إلى 6 مرات. ولازم نلبس جفوف حتى ما تتقشر ايدينا. شوفوا هاي أول مرة. الوجه ما نتقرب على منطقة العين، ولو انه اني بشرتي الحمد لله كل زينة ما عندي مشاكل، بس عندي هيك نقط هنا مال التصبغات العمرية. هاي أول مرة، أول طبقة. نجي للطبقة الثانية. شوية هاي المنطقة. نجي للطبقة الثالثة. طبعا هاي انه ما يستخدم للبشرة اللي بيها التهاب، جرح، للمرأة الحامل، المرضى السكر، ممنوع عليهم استخدام هذا التقشير الكيميائي. للحامل راح تحسون شوية حرقة وشوية هيك مثل الوخز. اي. وهاي الطبقة الخامسة. أنا راح أكتفي ب5 طبقات، لأن هو من 4 إلى 6، أنا أكتفي بهالقدر 5. يعني ما عندي مشاكل قوية، أنا ما عندي هالتصبغات القوية. يعني حتى التصبغات العمرية اللي عندي هيك على شكل نمش، إنه أنا ما كارهتها. راح نجي للرقبة. الرقبة طبقات أزيد، لأن جلدها أقوى من هاي 1 2 3 4. انتهت. فخلينا من الطبقات. الوجه يقشر بعد 5 أيام، ومناطق الجسم تقشر بعد 2 أسبوع. وهذه طبعا هي يرادلها تكرار هاي العملية، ولازم يعني واحد بعد التقشير، بعد ما يكمل التقشير، من يبدي التقشير ما تتدخلون بيه، تعوفوا يقشر كله كامل الوحدة. وبعد التقشير بأسبوعين 3 تقدرون تعيدون هاي العملية التقشير إلى أن توصلون للنتيجة اللي أنتم تريدوها. طبعا يراد التزام. وننوه إنه لازم استخدام واقي الشمس، وما نخلي الوجه يتعرض إلى شمس قوية. وهذا التقشير يبقى على الوجه من 2 ل6 دقائق، وينغسل بالمي البارد. وبعد شنو دا أقول لكم، بالنسبة للجسم يظل وقت من 10 دقائق لربع ساعة، مو مثل الوجه من 2 ل6 دقائق. هذه أنا هسه صورت لكم، وإن شاء الله من يبدي عملية التقشير هم أصور لكم فيديو صغير أو ستوري أراويكم عملية التقشير اللي بوجهي، اللي هي راح تبدي بعد 5 أيام. وما ننسى الواقي الشمس وكريم مرطب مرتين، أقل شيء مرتين باليوم. وبالنسبة لهاي الكريمات اللي استخدامها على بشرة نظيفة جافة، يستخدم 2 3 باليوم. وهذا الكريم يستخدم من 1 إلى 2 باليوم. كريم الوجه للتفتيح علاج الحبوب وعلاج التصبغات، ويعطي نضارة أيضا. فأنا راح أستخدم هذا الكريم مع هذا المقشر وأشوف النتيجة، وإن شاء الله أصور لكم النتيجة، يعني النظارة، وأقول لكم استفادت عليه أو لا. إذا تحبون تتواصلون ويا هاي البنوتة، أنا راح أخلي الحساب الانستغرام مالتها هنا، وهاي صورتها فوق. تقدرون تتواصلون وياها وتشترون المنتجات وتسوون الجلسة بالبيت، وتوفرون على نفسكم هواية. باي.